السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة طالعة اتكلم عن حاجة. انا والله ما بحبش اتدخل في حياة الناس، ولا اصلا اتكلم عن حد، ولا حابة ان حد فيما بعد يتكلم عليا. يعني ما بحبش شايل نفسي وزر، بس في موضوع انا حسيت باستفزاز ووجعة قلب مش طبيعية فيه. موضوع ام زياد، الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويجعل مثواها الجنة يا رب، ويجعل موتى المسلمين اجمعين في الجنة ونعيمها. انا شايفة هجوم غير طبيعي على العيلة بتاعتهم. كله عمال يقول ان هما بيستغلوا موت اختهم علشان يعملوا منه ترندات ويجيبوا منه فلوس ويحققوا مشاهدات. وشايفة كمان ناس كتير بتتكلم، مش شخص او اتنين، لا ناس كتير وقنوات تقيلة يعني ليها وضعها وكبيرة وبتتكلم ومذيعين. الموضوع كبر جدا يا جماعة. يا جماعة بالعقل كده، احنا كلنا هنموت، مفيش حد فينا هيعيش فيها مخلد، تمام؟ وكاس وكلنا هنشرب منه. وبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يدينا الصبر وقتها وقوة الإيمان. ازاي يعني اللي بيكتب وبيقول ان اهلها بتجرب الموت، ازاي يعني قلبه جابه ولسانه طوعه ان هو يقول كده؟ اهل مين؟ اللي بيربي قطة بيموت عليها لو جرى لها حاجة، ما بالك انسانة ماتت ويعني كسرتهم. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعة؟ ربنا ما يكتبها عليكم. كسرة ملهاش اول من اخر. بس الناس بتختلف حزنها من شكل للتاني. في ناس بتقعد جنب، بتبقى ضعيفة وما بتستحملش وبتقعد جنب حزنها عياط، تمام. وفي ناس خلاص قضاء ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون، وده قضاء ربنا بتؤمن بيه وخلاص يا جماعة، بيمارسوا حياتهم. بصوا أنا شايفة إن الموضوع علشان هم بس في السوشيال ميديا متركز عليهم. يعني انا واحده من الناس شفت تجربه غيرت فكرتي. انا واحده من الناس كنت الاول ممكن لو من فتره شفت موضوع ام زياد، حاله الوفاه بتاعتها كانت حصلت من فتره، كنت ممكن اقول اهلها مش حزن عليها، بس انا شفت موقف قدامي خلاني اغير فكرتي. انا واحده من الناس، حمايه علمني درس، اداني درس والله العظيم بجد، خلاني فعلا ما اخدش بالمظاهر، خلاني اعرف ان في قوه ايمان بتوصل الواحد لصبر ملهوش اول من اخر. انا اخو جوزي اتوفى، شاب عنده 33 سنه، ما اتجوزت لسه، شاب زي الفل كده، في ثواني كده قاعد في البيت جات له سكته قلبيه اتوفى، تمام. احنا هنا في اسكندريه وحماية في القاهره. الخبر جالنا كانت صدمه يعني فظيعه، ربنا ما يكتبها على حد ولا يوجع قلب حد. صدمه جامده 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 فوق ما حد يتخيلها. كل خوفنا واحنا مسافرين من هنا في الطريق عماله اقول لجوزي ربنا يسترها على باباك وامسك نفسك عشان بابا وانا خايفه على بابا ومش هيستحمل. رحنا هناك، جوزي بيحضن ابوه وهو منهار من العياط. حماية راح رد قال له، ابتسم كده في وجهه وقال له انت بتعيط ليه؟ ربنا اداني امانه، اتمتعت بيها وحبيتها وربنا حب ياخدها مني. مفيش عياط على قضاء الله، ربنا خدها مني وانا راضي بقضاء ربنا. انا بقيت قاعده عماله ابص له والله العظيم مستغرباه. انا عماله اقول طب ده لو عيط يمكن يفوق. بالعكس والله العظيم هو اللي كان واقف في ظهر ولاده، هو اللي كان بيخلي البنات ما تعيطش، وكان اللي تيجي تعيط يحضنها يقول لها ما تعيطيش، اخوكي في مكان احسن من هنا. هو اللي خلى جوزي، يعني انا كنتش متخيله ان جوزي اصلا هيعرف يمارس حياته تاني ولا يعيش تاني بعد اخوه. هو اللي كان بيقوي جوزي ويقول له ما تعيطش، اخوك في مكان احسن. وقف وسط الناس في العزا، اخد عزا ابنه 3 ايام العزا بكل قوه وشجاعه. الابتسامه دي ما بتفارقش وشه. والله العظيم انا ما بقتش مركزه مع حد غير معاه. يعني هل هو مش حزين؟ لا كان بيتقطع. بس هو حد قوي، حد عارف ان كلنا هيحصل لنا كده، دي امانه وربنا سبحانه وتعالى خدها. فبلاش نقول ان الناس واقفه ثابته ان دي مش زعلانه. ما ينفعش نقول كده، ما ينفعش نقول على ناس ان هم بتجروا بالموت. ازاي يعني؟ اختهم عاشوا كبروا وتربوا مع بعض، قلبهم من جوه مفطورين بجد من جواهم، بس الناس فكرت بشكل كويس. يعني اكيد والدهم جمعهم واتكلم، انا شايفه ان باباها حزين وشايفه ان اخواتها حزنه، واكيد لمسه الحزن ده من جواهم، بس هم فكروا بعقل. في 4 اطفال لو شافوا ده بيحصل، عياط ليل ونهار وحاله نفسيه بالمنظر ده، الاطفال ده هتتدمر. فكان لازم من الطبيعي الناس دي تقوم وياخدوا بايدين بعضيهم ويقفوا
ويقولوا لا احنا هنكمل وحياتنا هتستمر. مش معنى يا جماعه ان هم نزلوا فيديوهات وكملوا حياتهم ان هم مش حزنه. بلاش نتكلم على الناس ونقعد، انتوا كده اصلا بتشيلوا ذنوب، انتوا بتشيلوا ذنوب، حرام. اتقوا ربنا، اتقوا يوم هترجعوا فيه الى الله. هتروحوا بايه؟ بذنوب، بذنوب. انا بتكلم بطبيعتي، مش بعرف ازوق الكلام، طبيعيه جدا. بس والله العظيم بجد انا الناس دي صعبانه عليا، لاني انا شايفه ان والد حمدي راجل محترم جدا، راجل عنده قوه ايمان وصبر، ربنا يجعلنا زيه يا رب. وان الموضوع ان هم قالوا هيستمروا ويكملوا حياتهم عشان في اطفال لازم تتربى، في اطفال حالتها النفسيه ما تتدمرش، هم نفسهم عندهم اولاد والحياه لازم تستمر. يعني هم لما يقعدوا الشباب وباباهم وجوزها يقعدوا بقى بكره ليل ونهار قدام الام دي يحصل لها ايه؟ انا امبارح مامتها كانت بتتكلم بتقول انا مش عشان حد واحده راحت هضيع السته. هل هي اللي راحت دي مش وجعاها؟ الناس لقيتها معلقه تعليقات على الست الكبيره ان هي مش فارق لها وازاي تقول كلمه زي دي. في ايه يا جماعه؟ لا الموضوع مش كده. الست بتتكلم بعقلانيه جدا ان هي لازم هي عمود البيت، بنتها في مكان احسن راحت عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يكتب لنا حسن الخاتمه. فدلوقتي الست لازم تقف وتكمل عشان احفادها وعشان ولادها. يعني ما هي اختهم واكيد وجعاهم، بس لازم تقف وتكمل، تقول لهم تعالوا صوروا حياتهم بشكل طبيعي. على فكره مش هم الناس الوحيده اللي بيحصل عندهم حاله وفاه بيكملوا طبيعي جدا. اما جابوا دولاب المطبخ ده كانت حاجه عاملينها من زمان وجابوها وصوروها بيتعاملوا بطبيعتهم. يعني هم لما كلوا ولا شربوا ولا جابوا دولاب مطبخ ولا عملوا هم مش حزنه؟ لا طبعا، لا طبعا هم حزنة وموجعين، بس الحياة هتستمر. كلنا هاتولي كده حد ما فيش حد توفى عنده وحياته استمرت. طب ما احنا كلنا بنعمل عزا 3 ايام، بعد العزا 3 ايام بيستمر حياتنا. اللي عنده شغل بينزل شغله، من اول يوم بيحصل فيه حالة وفاة بناكل وبنشرب وبنعيش وبنتعايش. هل كده احنا مش حزنة؟ هل كده احنا بننسى اللي مات؟ لا يا جماعة، بس دي سنة الحياة. الموت لا مفر منه، كاس وكلنا هنشربه، كاس وداير. انا واحده من الناس هقول لولادي وقت ما ربنا ياخد امانته وياخد روحي، الحداد 3 ايام طبيعيين تاخدوا فيهم العزاء واستمروا كملوا حياتكم. قصدي انا مش هبقى مبسوطه وانا لاقيه ولادي بيدمروا في نفسهم وقاعدين ليل ونهار يعيطوا. هم لو كانوا خلف الكاميرا ومفيش تصوير ومفيش سوشيال ميديا اصلا كانوا الناس تروح يعيش حياتهم طبيعيه ما حدش يطلع يتكلم عليهم. انتوا بتحبوا تتكلموا عن الناس، في كده جزء معين بيحب يقعد ما بيعملش حاجه غير ينتقد ويتنمر ويتكلم عن الناس. ليه؟ انا مش فاهمه. ما كل واحد يخليه في حاله، كل واحد يخليه في حاله، بدل ما حد من الناس المتنمره، الناس اللي ما عندهاش مشاعر دي ياخد دعوه من حد موجوع كده. ليه؟ ليه؟ قبل ما تتكلموا الكلمه فكروا الكلمه دي هتوصل لهم وهتجرحهم قد ايه. خلي بالكوا كلمه حسبي الله ونعم الوكيل دي مش سهله، مش سهله. يعني اكيد هم بيقروا تعليقاتكم وبيقروا كلامكم اللي بيوجع، كفايه وجعهم، ارحموهم. يا ريت كل واحد يخليه في حاله، يا ريت كل واحد يخليه في حاله. محدش يحاسب حد يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبنا. احنا مش هنشتغل كل واحد فينا يحاسب التاني، وكل واحد انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ هل انتوا كده بالشتايم اللي انتوا بتعملوها دي انتوا خدتوا ثواب؟ ده تغور الموعظه بالاسلوب ده، تغور الموعظه. في ناس تخليك تحب الحاجه، اسلوب الهجوم المستمر في الوفاه وفي كل حاجه على الناس ده اسلوب وحش، اسلوب مش كويس. انتوا بتتعبوهم نفسيا، بتتعبوا كل حاجه تنمر وانتقاد واسلوب. انتوا بتشيلوا نفسكم ذنوب ليه؟ سيب دعوا الخلق للخالق. عمالين قاعدين بتشيلوا نفسيكم في كم ذنوب غير طبيعي، غير طبيعي، اللي بياكلوا ويشربوا منها. كل بس اللي عايزه اوصله لكم، ارحموا الناس شويه، ارحموا الوجع اللي فيهم، ارحموا تعبهم، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انتوا ملايكه قوي. وعلى فكره كمان في حاجه عايزه اقولها وانا اسفه ان انا طولت. انتوا مالكم مين عزه ومين ما عزاش؟ انتوا مالكم؟ إيه اللي دخل شطن في جبس مصر وانت ما عزتش وانت قايل الذوق انتوا مالكم؟ انتوا مالكم؟ ما تخليكوا في حالكم. كل واحد خليه في حاله، كل واحد يخليه في بيته في حياته. حابب قناه على اليوتيوب خش اتفرج عليها وخلاص. مش لازم بقى الاسلوب اللي ما يعلم به الا ربنا والانتقاد والغلط ليه؟ مش كده. ويصبر اولادها يا جماعه، بجد حسوا باولادها، ربنا يصبرهم، ربنا يطبطب على قلوبهم. الناس دول محتاجين كلمه طيبه، كلمه حلوه. الناس تدعي للولاد ان ربنا يكمل حياتهم على خير ويسترها معاهم. ويعني
يوصلوا للي كانت مامتهم بتتمنى تشوفهم فيه. ربنا يكرمهم يا رب. ومره كمان البقاء لله في ام زياد، وربنا يرحمها ويتجاوز عن سيئاتها ويجعلها في الجنه ونعيمها، ويغفر لاموات المسلمين اجمعين ويجعلها سنه سعيده يا رب عليكم. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله.